ما تيجي اقول لك ازاي عملت فراخ مشويه زي بتاعه المطعم بالظبط. اول حاجه هحتاجها الوراك او الفرخه زي ما انا هعملها واوريكم دلوقتي كمان انا هخليها ازاي. كوبايه كبيره من ميه البصل، هحتاج معلقه كبيره من المستردة، هحتاج معلقتين كبار من الصلصه، هحتاج نص عصير برتقانه. اول حاجه معايا هبتدي ان انا انشف الفرخه بتاعتي كويس قوي 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 بالشكل ده كده. بعد كده همسك الفرخه بالطريقه دي وهجيبها كده بالسكينه من النص وهبتدي ان انا اخليها اقطع من ناحيه الرقبه كده، وهبتدي اجيب السكينه بتاعتي اقطعها نصين بالشكل ده من غير ما اوصل للجلد. انا بس عايز افصل الفرخه. بعد ما الفرخه بتاعتي قسمتها نصين بالشكل ده هبتدي ان انا افتح الوراك واكسر العظمه بتاعتها بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وابتدي ان انا افتح الورك بتاعي بالمنظر ده. هعمل احلى فراخ تكه زي اللي بنجيبها من المطعم بالظبط. هبتدي انزل اول حاجه بكوبايه كبيره من عصير البصل، وكمان هنزل عليها بمعلقتين من الصلصه، وكمان معلقه من المستردة، كمان معايا نص برتقانه بالشكل ده هبتدي اعصر عليها، كمان معلقتين كبار من الزيت، سنه قرفه بسيطه، رشه جوز الطيب، كمان هحتاج شويه من الملح وزيهم من الفلفل الاسود. اخر حاجه وهي اختياري معايا هضيف كمان شويه من الكركم، وكمان معلقه من الخل الابيض. هبتدي ان انا اقلب كل المكونات دي في قلب بعضها. بعد ما قلبت التتبيله بتاعتي كويس قوي هبتدي انزل فيها بالفرخه بتاعتي بالشكل ده واخليها تشرب من التتبيله باقصى درجه. هسيبها في التلاجة بالشكل ده لمده ساعه كامله قبل ما اشويها. بعد ما طلعت معايا بعد ساعه كامله في التلاجة وشربت من التتبيله بتاعتي ريحتها قبل ما تنزل على النار وهي خرافه. بفرشه عندي فيها زيت هبتدي انزل على الشبكه بتاعتي بالشكل دون. اول حاجه هنزل بيها الفراخ بتاعتي هنزل بيها على الظهر مش على الجلد بتاعها بالشكل ده، وباقي التتبيله بتاعتي كل ما احس ان الفراخ هتبتدي تنشف معايا هبتدي اخدها بالشكل ده وانزل عليها بشويه. بعد ما عدى 10 دقايق بصوا بقى هنقلبها هتبقى شكلها عامل ازاي، ولا اروع من كده حاجه. واول ما الفراخ بتاعتي ابتدت تنشف كده هبتدي اديها بالتتبيله دي. بعد ما عدى 10 دقايق تانيين كمان تعالوا بقى نرجع الفراخ على الظهر تاني بعد ما خدت المارك الجامد ده. بصوا الجمال والحلاوه والريحه ولا اروع من كده. تعالوا بقى نطلعها ونشوف هنرصها ازاي. ولو عجبك فيديو النهارده ما تنساش تدلعنا بلايك وشير وسبسكرايب في كل منصاتنا. هستنى رايك تحت في الكومنت.